انا كان يعني كان نأكد على أن ياسر واضح وواضح جدا. فمن قال ودي راه بغيت نسلت في حالي هذه، راه موضوع أكثر من هكا راه ما كاينش. على كل حال كاين أسئلة عديدة ودي أخويا سعيد. أنا بغيتك إلا سمحت يا أخويا سعيد تعطيني شوية ديال الوقت باش نجاوب عليها. نبدأ بالأخ ياسر. أخ ياسر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلاتي عبد الله، نعم. شوف، انا غادي ننسحب لسبب فيه المهم لسبب بلا ما نقولوا. واحد 2 دقائق. يا شوف، انت حاول ما تستفزش وما يحاولش شي واحد يقاطعك باش ينكر في غيابي تنوض الروينه وانا ما كاينش. شوف، أعطي الكلمة لياسر، أنا نصبر حتى تجي وندير الكلمة. الدنيا هانية والله، إلا بالقلب الصافي أقسم بالله. صافي خذ الكلمه ياسر يلا، لان انت هو بلاتي دير لي عطيني السكرين الكبيره كبيره. واه بطبيعه الحال سير. قال لك انا نصبر سخوت. تفضل اخي ياسر تفضل. اوكي، تحيه للاخوان الكرام، لان انا ما عنديش مشكل نهضر قدام اي واحد، وماشي ضروري ان السي برنوس حتى يكون عاد متكلم، ما عنديش ذلك الاشكال. ملي قلت خصني نسلت لانني درت لايف ديال 6 السوايع الحمد لله، ما طاحش على 10,000 ديال المشاهده. علاش كنقول ما طاحش على 10,000 ديال المشاهده؟ لان القرش ملي كان معاه ابرنوس قال له شوف راه ملي كاين معنا الشرعي كاينه 7,000. اذا الحمد لله انا جعلت في حضرة أبرنوس الذي استجاب لي أن نصل إلى 13,000 ديال المشاهدة. أتحداك توصل لها أنت والشرعي. إذا أنا فتحت باب التحدي، إلا كنتوا بغيتوا تعتمدوا على عدد المشاهدة 13,000 في حضرة أبرنوس، وأنا هو المغربي الذي أفتخر بابن بلدي وأعتز بابن بلدي، وأقول الحمد لله مع ولد بلادي المغربي وصلت ل 13,000 ولا مقارنة مع وجود الفارق. هنا بغيت نرجع لبابار الذي يدس الدسائس من غرفة إلى أخرى. وهنا غادي نبين لكم أنا ملي جبتي باغي تجيب غير الدلائل، ما الدلائل فما كاين حتى مشكل، حتى حنا نحطوا هذه ونقراوها مع الإخوان. هذا ما دار بين بابار وبين واحد الاخت اللي قال لها فوكونت هدفه قالت له واش الفوكونت الهدف ديالو استفزاز الكراغيله والترويج لاكاذيب ديال خواطاوه؟ قال لها لا، غير باش يكون طرح منطقي خذي راحتك، الله يجعلك تسبيني، زعما غير سبيني. الاخت قالت له لا خويا، دابا انت غتولي كتلعب على العواطف ديال عباد الله، وردتها في وجهه. اذا هذه هي المغربيه الشريفة العفيفة. وتحياتي لهذه الأخت هذه، أقول لها العز والنصر. ما قدرش يضحك عليك بابار وقلتي له أنا ما كنلعبش في السواد، أنا كنلعب في الوضوح. بابار اللي قال هنا قدام السي أبرنوس، والسي أبرنوس هاد الناس راه كيشنوا حمل عليا أنا لتشويه صورتي. هنا قدامك أشنو قال بابار؟ قال بأنني قلت كلاما فاحشا في حقه. وعلاش ما يجيبش الدليل؟ جاب غير الدليل ديال البيستاشين، علاش ما يفضحنيش هنا ويجيب الدليل انني كنقول الكلام الفاحش في حقه؟ هاد الناس هادو ما قدروا يجيبوا حتى دليل على هذا العبد الضعيف، واللي طلع هنايا كيحاول يشوه الصوره ديال ياسير. كلهم هاد المجموعه كامله كتحاول تخلق يعني تشد هاد ياسير هذا وتشوه ليه الصوره ديالو. ميثاق الشرف السي أبرنوس، إذا كنا أن نضع ميثاق الشرف يجب أن يكون مع أهل الشرف، وأن يكون مع من له الشرف، ويكون مع من يخاف عليه الشرف. إذا راه اللي السي أبرنوس يجالس ويفتخر بمن يضرب في شرف المغربية. وملي كنقول أخويا أبرنوس شرف المغربية هذا مخطط من طرف الكراغيلة، وسأحيلك على هذاك الفلسطيني الذي كان يشتغل ذبابا إلكترونيا، كان يتقاضى شهرية
كذباب إلكتروني، فقال لنا بأن ضرب الشرف المغربية من بين البنود التي كانوا يعتمدون عليها. إذا أين الشرف مع ناس توفر منصات إلى من يضرب في الشرف؟ عندما تكلم أسعد الشرعي عن الوجوه الجديدة كان يتهافت الركان ليحضر له سلطان، وهو يعرف الطرح ديال سلطان. أنا كمغربي وأعوذ بالله من قلت أنا لما كنت في تلك المنصة لن يستطيع ولم يستطع سلطان أن ينطق بكلمة في تلك المنصة، وطردتهم كلهم منها. إذا هنا تنوليو نقولوا السي أبرنوس عندما تأكل السباع تأتي بعضها الضباع. لم أدخل إلى منصة أسعد الشرعي راغبا فيها. خويا أبرنوس ليكن في علمك، أول مرة دخلت المنصة ديال أسعد الشرعي طردت منها، طردني، وملي دخلت عنده المرة الثانية طردني للمرة الثانية، وهم الإخوان. وتمكنت من أن أهدم عروش من كانوا يتربعون في تلك المنصة. دابا ماشي مشكل ديال المنصة، المشكل كيفاش دخلت ليها أنا وكيفاش خرجت منها. كيقول لك، ونتمنى تعطوني غير 2 دقائق، كيقول لك علاش هذاك اللي كان مع الشرعي البارح اليوم يشن عليه حملة. أشن عليه حملة لأننا لسنا بصهاينة، احنا ماشي صهاينة، نحن لسنا صهاينة يا بني آدم، يا مغاربة، يا إخواننا، يا من شاركنا معكم الأرض والهواء والأكسجين. راه لا وصلت الواحد يسبغنا بأننا صهاينة وانتهز هذه الفرصة. هنا بانت الخساسة، هنا بانت بأن بنادم خسيس. أنا راه ليس هناك شخص متشبث بديك المنصة أكثر مني أنا. ما كاينش فيكم شي واحد يحب تلك المنصة قدي أنا، كنقولها هنا. ولكن عندما جاءت أن صاحب المنصة يريد أن يستغل حادث ديال الحرب ديال حماس مع فلسطين ويتكلم وكأن حررت القدس خلاص، ويقول لك وشوفوا المطبعين، تكلموا أيها المطبعين، أين أنكم؟ أيديكم ملطخة بدماء الفلسطينيين. وصلت بنا قاعدة هذه الدرجة. إذا كيف شعوركم وأنتم تجالسون من يقول لكم إنكم صهاينة، إنكم متصهينين؟ ولما ضاقت به الضائقة ماذا أصبح يقول السي برنوس؟ أصبح يقول أنا لا أعمم، أنا لا أعمم، أنا لا أعمم. هذه من جهة السي برنوس. من جهة أخرى لماذا قام بمسح كل تلك الحلقات وغبر لها الأطر؟ هذا الشيء كامل حيدوا من اليوتيوب ديالو الشرعي، لان خاف يوصل لبريطانيا للدوله. لا وانا كنادي هادو اللي معايا هنا، كيف كتشعروا هو شاعر بالخطأ وانتم تتشبثون بجلالي به؟ واش ما عندكمش النفس؟ واش ما عندكمش وطن؟ واش ماشي نتوما مغاربه؟ واش ما يمكنش انكم انا اقول لك يا الركان انك عندما افتخرت به قدام ابرنوس وقلتي له بفضله عندي 7000 وجاوبك ابرنوس قال لك كون جبتيني انا كون عندك 3000. انا تعمدتها واتصلت بابرنوس وها هو قدامك اقول ما راج بيني وبينه في البريفي. قلت له بغيت ندير واحد اللايف وبغيت ندير واحد التحدي، بغيت ندير واحد اللايف الشعار ديالو كلنا مغاربه، وبغيتك تشرفني يا خويا ابرنوس. فشرفني ابرنوس فكانت النتيجه 13000. كنت اتمنى انني نضوبلها حتى اخرس تلك الاصوات التي افتخرت بالبراني وكبرات بالبراني وجعلته انه شيء وهمه. انا ما عمرني عطيت للشرعي تلك المكانه في تلك المنصه، وعمرني دقيقه وسانتهي، وما عمرني ضربت مغربي ولد البلاد في تلك المنصة. وكلكم تتذكرون أن سعيد البرصة أكرهه، لو تعطاني الفرصة إلخين أكرهه. وفي تلك المنصة استحلفته بالله أن يبعد عني، وبعثت له مع الأصدقاء ديالو قلت لي جزاك الله يرحم لك الوالدين، إلا عندك شي والدين يستاهلوا الرحمة بعد مني هذيك المنصة، لا أريد أن أناقشك فيها، لأنني إلا رفستك كنعتبر راسي خسرت، وإلا رفستيني كنعتبر راسي خسرت. إذا أنا عندي منطق كنطلق منه، فما منطقكم؟ تحياتي لك أخويا برنوس.
تحياتي. يلا عبد الله، الكلمه لك، غتكون شويه مطوله. نعم. غيسمحوا لي الاخوان عبد الخالق والملكه وبابار. اعرف جيدا ان يعني المداخلات كانت شي 3 يمكن قبل منك، دونك 4. التفاعل منها خصو على الاقل واحد 7 دقائق، دونك نعطيك 7 دقائق عبد الله. لا، خصنا 10 دقائق خويا سعيد نقولها لك نيش. سير. الله يحفظك، بارك الله فيك. سير. غادي نبدا مما انتهى منه اخي ياسر، ولا زال لم يفهم، مازال ما فهمش بان لغه الارقام والمنصه وكذا ماشي هذاك هو الهدف ديالي. انا بالعكس انا ما يهمني هو داك الشيء اللي كيخرج من اللايف ديالك، اللي بغيت انا نكون فيه مشارك، وناس اخرين اللي عندهم طرح بحال ديالي يكونوا فيه مشاركين، وتكون حريه التعبير، وتكون ثقافه الحوار، وتكون ثقافه الاختلاف. اللي ما فهمش على انني من قلت لسعيد ابرنوس على انه يا اخي سعيد ابرنوس لو كان ما طلعش اسعد الشرعي دابا ما غاديش يطلع اللايف تاع 7000. اللي ما فهمش المغزى تاع هذا السؤال وجاوبني سعيد بداك السؤال اللي كنت باغيه انا. اش قال لي سعيد؟ قال لي سعيد لو كان طلعت معاك لو كان راها وصلت ل 3000. وفعلا سعيد ابرنوس راه الوزن ديالو الثقل ديالو ما غادي يقدر ينكرو حتى واحد، خصوصا وان الطرح ديالو معتدل وانه انسان واعي وكيكرس لثقافه الحوار وثقافه الاختلاف. ماذا كنت اقصد بهذا الكلام؟ على ان كاين واحد المجموعه نتاع الناس هم نفسهم الذين احتكروا مغربيه الوطنيه، اللي كيعطيو لنفسهم الحق انهم يخونوا ويسبوا ويشتموا ويديروا التحقيقات ويسيروا القافلات الرمضانيه والقافلات نتاع الاعانات، ويعطيو راسهم الحق على انهم يدخلوا في محادثات ويصيفطوا ناس يحضيو ناس اخرين، وواحد الهبال واحد التخربيق يعني ما عمرو شفناه باسم الوطنيه. ثم كنت اتمنى انني نضبلها. صحيح 13000 الا بغيت نهضر معاك باللغه التيكتوكيه ديالك اللي كتفهمها، 13000 كنت قادر على انك تدوبلها، لان هذيك 13000 لم تكن حقيقيه. الداعم الله سعيد صبر خلينا سعيد. انا 10 مليون تكبيسه و10 مليون تكبيسه. انا ما قطعت حتى واحد. 10 مليون تكبيسه واخا غير اسمح لي. يلاه شحال جبتي التكبيسه عبد الله؟ تقدر تدوبلها عبد الله. نعم. شحال جبتي انت التكبيسات؟ والله ما شفتهم، اقسم لك بالذي بعث محمدا بالحق. انا طليت عليك واحد 2 مرات في اطار التبرقيق، لقيت شي 170,000. والله بدا سعيد. شوف والذي بعث هي مسجله عندي بلا ما تحلف نسهلوها عليك. كانت عندك 275,000. كنجاوبك مالك. لا غير سد، غير خليني ندير مداخله ديالي. انا غنجاوبك وغنقول لك انت تهتم بالارقام. انا غنجاوبك وغنقول لك تهتم بالارقام. واش هادو هما الاهتمامات ديالك انت؟ ماشي الافكار، ماشي حتى شي حاجه غير الارقام. سد ياسير سد. ابونيت والناس كتهتم بالافكار وانت كتهتم بالارقام. اصاحبي فيق شويه. سدها بابار. سد ياسير سد. ما عندوش مع الضحك سير عبد الله كمل. شكون انا؟ ايوا 30,000 مع 10 المليون. زيد عبد الله. لا بالعكس، لا والله العظيم سعيدي. لا بالعكس، غير هو شوف دابا بحال اللي بزاف تاع النقاط سجلتها وبحال اللي راني مفعوم شويه. راني مفعوم، بغيت نقول كلش. شوف والله سعيد والذي بعث محمدا بالحق ما طليت لا على التكبيسات ولا على كذا. نقدر نقول لك اودي عدد المشاهدين كنطلع عليه باش نشوف ذاك الميساج اللي غادي يخرج واش غادي يوصل لاكبر عدد ممكن ولا لا، ولكن ما عنديش كاع ديك يعني ذاك الهوس الا بغينا نقولوا. بون تقدر تدوبلها اخويا ياسير، ترجعها حتى 50,000 مشاهد، لان الداعم كيشري لك الاخر. مساله التكبيسات كاين تطبيقات اخويا سعيد وانت تعرف هذا الشيء اللي يقدروا يديروا لك حتى 20 مليون. على كل حال باش نولي بلاتي نوريك. المهم عبد الله باش ما ندوزش مغالطه. اسمح لي غادي نحبسك. الاخوان 5000 صديق وصديقه، عندكم نص دقيقه توصلوها ل2 المليون جيم. 2 المليون جيم عندكم نص دقيقه، وعلى الاكثر دقيقه واحده. تفضلوا وريوها كيتشراو التكبيسات.
لا انا نقول لهم عندكم. لا وريو له كيفاش كتشرى التكبيسات. طيب لا ماشي التكبيسات كتشرى، انا قلت التطبيق. انا نقول لهم عندكم 3 السوايع، انتم 5000 واحد ماشي 13000 توصلوها ل 10 المليون يوصلوها. بون على كل حال غير اسمح لي اخويا سعيد باش اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. قال لك هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. انا كنقول لك اخي ياسير، هات برهانك انت اذا كنت صادق في من خونتهم، في من طعنتهم، في القضيه نتاع الصقر الحر اللي كان باين سيناريو رديء جدا، وانا كنت من الناس اللي عارضوك رغم انه من وجهه نظرك ما كناش في ذاك الصراع اللي كتشوفوا انت صراع. هي 20 ثانيه، هي 20 ثانيه زاد 300,000 تكبيسه ولا 2 المليون. صحيح، بمعنى اذا الناس كتكبس، الناس كتبغي يا خويا اللايف. بمعنى هذا ياكد على انه ما كانوش 13000 دابا، لو كانوا يديروها 10 المليون غادي يديروها 5000 يديروها 10 المليون. بون خلينا سعيد بهذه النقاشات. لا باش ما تمرش المغالطه، وصافي كنصح لك بان الناس راه كانت كتكبس عن حب وتقدير لللايف باش ما تبقاش تلقى كيشريو وكيبيعوا وكيديروا. لا كاينه القضيه نتاع شراء المشاهدين اخويا. هذيك كاينه في اوكيستان، كاينه عند مدارة، هذيك كاينه عند مدارة عند البيستاش ماشي عند المغاربه. طيب تفضل. نوليو هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. دابا اخي ياسير انت كتقول راهم يشوهوا صورتي وان الناس اللي كيطلعوا كيهاجموني وكتهضر على راسك وتقول اودي انت كنت متمسكا بمنصات الشرعي والله وانت من المحبين. انا والله اخويا ياسر اقسم لك بالله الى اشفق عليك والله العلي العظيم، لانني اعلم على انك كتمر بواحد الحاله نفسيه شويه صعيبه وباينه من خلال الكلام ديالك ومن خلال الانفعالات ديالك. اليوم راك تهدنت وهذا الشيء مزيان، لاننا غادي نقدروا نخلقوا نقاش، وربما اننا حتى سعيد غادي نشكره لانه قدر بعدا يخلق لنا هذا الفضاء فين نناقشوا. بون عليك انت ان تاتي ببرهانك ان كنت من الصادقين. انا خويا ياسر ندعوك اللايف بيني وبينك، انت جيب الفيديوهات والتسجيلات وانا نجيب الفيديوهات والتسجيلات ونشوفوا انت الاتهامات ديالك واش عندك عليهم دليل، ونشوفوا انت هذا الكلام دابا اللي انا نعتبر مع احترامي الشديد لشخصك على انك تكذب على المشاهدين. المشاهد من كتقول له ودي انا ما سبيتش ماين بابار وهو دابا كيسمعك تقول له ودي يجيب لي الدليل، وانا نسمعك بودنيه في اللايف ديالك ماشي غير سبيتو عرقت له. من كتقول له ودي ما سبيتش عبد الله ولا ما سبيتش فلان وجيب لي الدليل، وانا كنسمعك بودنيه ومسجل عندي داك الشيء. ما غاديش ندخل معك انا في هذا الطاك لانني نعرف بلي انت راك تدافع على راسك وتدافع على المنصه ديالك، ومن حقك. المظاهرات خرجوا ضد التطبيع وانه السلطات المغربيه لم تعطي وكذا وهكذا، كيتخلق واحد النوع نتاع الحماس اللي بنادم فيه كيتغيب. وهو في نفس الوقت غادي نجاوب الاخ الياس. الاخ الياس قال لك مره كلام خطير في الاخر، تكلم على الاسرائيلي اليهودي اللي كان في مكتب الاتصالات الاخر اللي ذكروا اسعد الشرعي. شوف باش تعرف اخويا سعيد الخطر فين راه، ولينا كنفكروا بمنطق التبونيين، ولينا كنحاولوا نتفاداو اي حاجه يمكن لها انها تعطي للتبونيين او تكون بالنسبه للتبونيين واحد الورقه اللي يضربونا بها. وفي خضم هذه العمليه هذه ولينا حنا نفسنا تبونيين. واش صرا؟ مسؤول اسرائيلي يهودي كان في مكتب الاتصال تحرش بنساء شريفات عفيفات، ما إن عرف ذلك حتى تم الاستشعار نتاع السلطات المغربيه وتم التنبيه للمسؤولين الاسرائيليين وفتحوا بحث وقلعوهم المهمه ديالو وصيفطوه لبلادو يتم البحث تما وتحبس تما. لا ما كاينش تحرش، لا ما كاينش تحرش. بدا كتمرر علينا هنايا. خلي اسكت. سجلها ياسر، سجلها عندك ياسر. دابا شوف باش شوف كيف يستغبى الجمهور المغربي. يقول لك لا ياش من تحرش كدوزها هنا ياسر راه كيسجلها علينا يا برنوس. كيسجل علينا هنا. سد صاحبي مالك مخلوع، سد صاحبي مالك. تحرشوا بك انت يا الاسرائيليين، تحرشوا بك انت. سد المايك ياسر. واقع لم تثبت يا برنوس، واقع ما كايناش.
بلاتي خليه يكمل وغادي وهذا الشيء كيبردع فينا دابا، كيعطي الميساجات للكراغيله ولا اخي تقعد مع راسك تعرف راسك جالس مع المغاربه. بلاتي يا كولايور بلاتي الملكه بنت الملكه عبد الله غادي تسمح يا الى كتعقيب صغير لو سمح لي الاخ الروكان بعد. السلام عليكم. تفضل بلاتي الله يكبر بك. السلام عليكم. من بعد نتكلم على اللايف ديال الاخ الكولايور اللي كان اكثر من رائع، وانا صراحه فرحت تحت شعار كلنا مغاربه، وصحيح كلنا مغاربه والوحده تشهد عن ذلك. غير هو اخي الروكان، انا اعزك صراحه ما دمت مغربي فانا اعزك واحترمك وانت عارف هذا الشيء. غير هو مساله الممثل الدبلوماسي في مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، هو حتى المعلومات اللي عطيتي دابا هي خاطئة، وهناك كمية مغالطات كبيرة منك انت دابا قدامنا حنا كمغاربة. لم يكن هناك لا تحرش، ولم يكن هناك ولا دعوة واحدة مشات للقضاء المغربي، بل أن هناك كوليغ صحاب في الخدمة هم إسرائيليين، وواحد شراها الواحد كيف ما كنقولوا حنا، وكان هناك تقرير وبحث من طرف إسرائيل في المكتب الاتصال، وهو الآن رجع للخدمة ديالو، مازال كيمتهن الخدمة ديالو هنايا في المغرب. يعني المشكل اللي كاين هو أنه ملي كنسكتوا، المشكل اللي كاين أخي الروكان هو ملي كيطلع أسعد الشرعي، وانا ضده انا والياس من الاول، والكل عارف هذا الشيء، وكنا مشينا طلبا من بعض المغاربه. فالمشكل اللي كاين هو ما دورنا نحن ملي غنبداو نفكروا بالعقليه التبنيه كيف قلتي انت. شنو الدور ديالنا حنا في هاد التيك توك؟ ملي غيطلع اسعد الشرعي وغادي يقول بحال هكاك، فدورك انت اخي الروكان هو انك توقفوا. اسمح لي ونشرح ليه، لان هذا هو الدور ديالنا. الا كنا حنا هنايا باش نخليه يتمرر اي حاجه ما كاينلاش. راه جاي يشوه المغربيه هنا بنت المملكه، جاي يشوه عندها برنوس جاي. ايوا اسمع السي برنوس، الملكه كتهضر اش كيدوز عندك العالم، اسمع اش كيدوز عندك هاد خينا هذا كيدوز. زيدوا في راسك هذاك، سير وريه الكراغيله اللي كتكلم هذاك، سير وريه الكراغيله هذا. لا ماشي مشكله اخي كولايور، وانت انا ماشي مغربي، اقسم برب الكعبه ما تشري فيك، جلس معاك بنادم. برنوس هاد الكلمه هذه اللي ما بغيناش. شوف الاخ كولايور راه كازاوي، كولايور راه كازاوي. عاودت بالقسم من بعد. عبد الخالق شوف انا الا كنتي غادي تثق في الايفنت. الملكه واحد الدقيقه، الملكه واحد الدقيقه، الملكه بنت عبد الله. شوف انا عندي الثقه الكامله في ان الاخت الملكه والاخ الياس اللي راهم في اتصال يومي في لايفاتهم مع هذا النوع نتاع الاخبار وهذا النوع نتاع الاتهامات، ودايرين البحث ديالهم الكافي للرد على هذا النوع نتاع الهضره، وبالتالي غنخليوها هي تهضر، ما غيهضر حتى شي واحد اخر. غتهضر الملكه بنت المملكه في مقابل عبد الله القرش. صافي تفضلي اختي الملكه. الله يكبر بك، الله يكبر بك، وما تاخذهاش مني اخي الروكان قلت الصواب ولا شي حاجه، فانا احترمك للمره الثالثه وانت تعرف هادشي. شوف الا كنتي غتثق في ايفنت كات نيوز اللي هي جريده اسرائيليه 100%، فانا احيلك على الارتي الروسيه مثلا، الجزيره القطريه، اندبندنت العربيه، كلهم تكلموا فيما يخص هذا المشكل اللي كان وقع في مكتب الاتصال، ولم تكن هناك ولا دعوه رسميه للقضاء المغربي فيما يخص التحرش لنساء مغربيات. هذه انا اجزم فيها، لانني انا والياس بحثنا مرارا في هذا الموضوع هذا، ولقينا دابا حاليا بان الممثل الاسرائيلي في المكتب الاتصال راه هو رجع وكيقوم بالدور ديالو، ما هي الا شكايه كاذبه من عند الصديق ديالو في الخدمه اللي مشى هو اتهمه بداك الشيء لانهم كان بيناتهم مشاكل. اما الايفنت كات نيوز كنا كنعرفوا بانها لها ما لها وعليها ما عليها، فما ناخذوش اي خبر كانوا نساقوا موراه ونمشيو بلا ما يكون تعدد الصحف والجرائد اللي كتثبت احقيه الموضوع ومصداقيه الموضوع. هذا فيما يخص فقط المكتب الاتصال اللي كيتكلم عليه. فيما يخص المشكل الثاني اللي كانت تطرح هما الاسرائيليين ذو الجنسيه المغربيه اللي خدامين في الجيش. كيف يعقل انها تمر حتى هي وما نوقفوش حنا كمغاربه؟ ماشي دفاعا عن اسرائيل، انت كتعرف المنهجيه ديالي انا والياس فيما يخص القضيه الفلسطينيه وفيما يخص قضيه التطبيع ما الى ذلك، ونعي ونعلم جيدا بان التطبيع ما هو الا سياسي وعلاقات بين الانظمه، وحاشا الشعوب ان تكون مطبعه ورادخه لما تفعله اسرائيل اليوم في فلسطين. ولكن باش يجي اسعد الشرعي ويتهم المغاربه بالصهيونيين والمتصهينين، حاجه خايبه.
زائد انه يتهم بانه هو اللي طلع بعض المنصات المغربيه. حاشاه، ما عمر ما كانوا المنصات المغربيه كيخليو واحد اجنبي هو يطلعهم. بالعكس، حنا كنا عارفين اخي الروكان بك انت كنتي كطلع بالاخ الياس، بالاخ ياسر، بالاخ كمال، بزاف ديال الاخوان، بالاخ الرأي المغربي كذلك، كانوا كيطلعوا هما اللي كانوا كيتصداو لدوك المعلومات الخاطئه اللي كانت كطرح من عند الكراغله او من عند الجزائريين اذا حق القول. يعني شكون اللي طلع ديك المنصه؟ واش حنا ولا هو؟ نخليوه اليوم هو يواجه الجزائريين ونشوفوا شنو غادي يدير. استسمح فقط هذا التدخل مني اللي كان فيما يخص الإسرائيلي. انا معكم، انا معكم. تفضل يا عبد الله، تفضل كمل. والله وصلنا الى مستوى هلع يثبت على ان التبونيين اصابوا من نفسيتنا ما اصابوا. ندافعوا على بلادنا باش ندافعوا على بلادنا بالباطل ولا بالحق؟ من قال على انه تحرش فعلا بمغربيات؟ من قال هذا؟ انا ايفنت كتقراها قناه دوليه، صحيفه دوليه. نقرا لكم. ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الأحد أنها تعتزم إعادة رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي لدى الرباط ديفيد غوفرين لشغل مهامه بعد إغلاق التحقيق معه في شبهات تحرش جنسي وفساد مالي. حلومة تاع الأخبار. شام درشول ذكرتها مع المهداوي، وأنه التحرش تم بإسرائيليات داخل المكتب الاتصال. إسرائيليات هل من جنسية مغربية أم لم من أم ليسوا من جنسية مغربية؟ هذا أمر آخر. ولكن أنا فقط ما يهمنيش هل فعلها أم لم يفعلها. مش هذا هو اللي كيهمني. أنا اللي كيهمني هو هذا الهلع اللي رحنا كنشوفوه دابا. كيجي المغربي دابا يسمع لا ما دارهاش نتاع المغربي لتحت كتخلق عنده واحد الآخر. ولكن لا، حتى ولينا كنفكروا بواحد المنطق تبوني بامتياز. انا وان كنت الاخير زمانه. ولينا عندنا الخوف من ان نواجه او نتطرق لبعض المواضيع اللي هي عاديه كتناولها الصحافه ديالنا، كتناولها المجتمع المدني، النقابات، الناس في القهاوي في المغرب. كنعكسوا واحد الصوره نتاع واحد الدوله شموليه، واحد الدوله قمعيه، واحد الدوله كترهب الشعب ديالها. انا هذا ما يهمني. خير عبد الله. نعم. مسموح نقاطعك ولا تخليك تكمل؟ مرحبا ود اخويا. انا بين يديك دير فيا اللي بغيت ود اخي سعيد. خير عبد الله، شوف دابا انت الطريقه باش كتهضر على هذا الموضوع تصوره هو كانه فعلا ثمه من يضع السكين اسفل اذنك. لا بلاتي يا عبد الله، الله يهديك. يا عبد الله الله يهديك. شوف سعيد نقول لك عبد الله الله يرحم لك الوالدين، نتواصل معك في الخاص. شوف الا بغيت والله سعيد نتواصل معك في الخاص. الا ما عطيتك شي حقائق انت تبقى تشوفهم بعينيك، اقسم لك بالله العلي العظيم حتى تدهش. وانا اعلم معدنك الطيب والله حتى تدهش. وما غادي نجبد والو هنا. انا من اعدى الامور اللي عندي هي هذه القضيه ديال الخاص حول فلان وفلان بين الخلان. ما كتعجبنيش. لا ماشي فلان، لا ماشي فلان. شوف اسعد اخويا، انا كنهضر على واحد العقيده كترسخ. والله ما عندي مشكل مع شي واحد، اقسم لك بالله ما عندي شي مشكل مع شي واحد. ويسمع شوف عبد الله الله يهديك. عبد الله راه كنسمعوا حنا في اللايفات اللي من جهتكم، راه كنسمعوا واحد السيد كنشوفوا كيعلق عندك هنا دابا كيعلق. سعيد نذكروا السميه اسمح لي، عطيني جوج دقائق سعيد. كيعلق عندك هنا، راه كان عندك في اللايف عبد الله في ذاك النهار اللي ما بغيتش انا المهدي يتكلم وغير ينتقدكم بكلام جميل، ينتقدكم بالصواب، ما خليتوش عندي في اللايف. شكون هو؟ وانت هو 88 اللي المدعو طارق ولا ما عرفتش سميتو. 88 عندك اخي عبد الله، سبني وعرق لي واتهمني وتهجم عليا. اخي عبد الله الله يرحم لك الوالدين. لا ولكن وقفلوا عبد الله السي سعيد. لا انا وقفتلو. اسمح لي سعيد. لا اسمع لي سعيد انا فيها السي سعيد. انا وقفت له. انا لا ارضى هذا الشيء هذا. شوف اسمع سعيد، جوج دقائق راني سمعت في واحد راني سمعت الله يهديك. راني سمعت سعيد الله يهديك. واش لا غير بلاتي انا ملي سمعت ما كنتيش انت تما.
كانوا تما الاخرين القروش اخرى. ايوا داك الشيء بلاتي عبد الله ولكن السي سعيد واحد المقدار ديال المصداقيه كاين بلاتي واحد المقدار ديال المصداقيه عندي. يمكن بالنسبه لك كنقول لك بان كان حدث واحد اخر كان فيه طريق 88 فعلا تهجم عليك ووقف اليه وتصدى اليه عبد الله وتصدى اليه عبد ربه. دونك بور الاستراتيج غنحاسبوا عبد الله على افعال واحد اخر. هذا نقطه. تفضل. لا ماشي كنحاسبوا، وانا ما كنحاسبوش الله يهديك الفيل ونزيدك. انا كنقول ما يمر في اللايفات راك شوف راه العجاب ديال التهجمات كتوقع من كل الاطراف. ما نقدرش نجبدوها كذا باش نلعبوا دور الضحيه. الله يهديك عبد الله. انا والله ما راك فاهم يمشي معكم. والله ما راك فاهم سعيد. شوف سعيد والله ما راك فاهمني. عندك 2 دقائق كمل. لا واش من 2 دقائق ما هضرتش 2 دقائق كامله ما هضرتهاش والله ما قطعناك في الدقيقه الخامسه وقطعناك في الدقيقه السابعه. الله يهديك. هاي انت راك دير الحساب نتاع الجزائر. الوقت انت ما والله لا انت راك دير الحساب تاع الجزائر. الوقت عندكم الوقت المهم هو توصلوا شي نتيجه. ماشي اسمع سعيد عاود عزيز عاود من الاول. الرجال عاود عزيز عاود من الاول غادي نسجل هذه المداخله. اعوذ بالله اخويا واش نتايا واخد الامور بجديه في التيك توك. راه الزوجه ديالي راه ولادي راه الناس كيعرفوني اختي. الله يطول عمرك راني تعذبت. راه الجماعه محلوا لايف البارح تيكتبوا لي في الخاص اليوم حلوا عليا لايف. خوتي يقولوا لي ان مرتي ان دايره وان تنبيع مرتي في التيك توك التليفون تشري بها الحولي كبير. هذا هو فقط يبكي بالدموع. ونعطيك عشرات الناس بحال هادو عشرات. انا كنهضر على واحد العقيده، كنهضر على واحد التيار كاين على وجه نهضر لك على واحد الدكتور اللايف ديالو من احسن اللايفات اللي بغينا احنا نشاركوا فيها، بغينا نحلوا. هو من الناس اللي كيبغيو يقارعوا الفكره بالفكره، مستحوذ عليه من طرف بعض الناس اللي يحتكروا هذه المنظومه تاع الوطنيه. نغير نحاول نختم لان كاين اسئله. شوف والله سعيد امي استمرت شفت هذا الفيديو هذا اللي سمعته، وعشرات نتاع الناس اللي وصلوا لدرجه الازمه النفسيه. ممارسات مدروسه، ماشي قضيه ان بنادم انفعل ولا سب. حتى انا سبيت حتى كذا، بنادم كيتناقش يقدر يسب وكذا، ولكن كنهضر على واحد العقيده نتاع الكراهيه كترسخ. انا هذا هو فهمني يا سعيد فهمني. والله امي استمرت والله ما تقدر تدافع على هذا الشيء اللي راني كنقول لك. باش نولي لماذا تحتضن اسعد ولماذا احتضنت اسعد في ذلك يعني هذا هو اللي كيهمني انا. هذا هو السؤال اللي كيهمني. شتا سعيد ضربت لي كل شيء في الزيرو غير بالفن، غير طاك ضرب لك كل شيء في الزيرو سعيد. معليش لماذا تحتضن اسعد؟ لا قبل ما نقول هذا، مادام هذا اللي غادي يهمك انا غادي نلعب معك طولان رياض. اصبر. قال لك سيدي قال لك تستضيف سلطان. اخويا ياسير انت كنت من الناس اللي استضافوا سلطان. انت في نفسك كنت من الناس اللي كانوا يسبوا المغاربه والمغربيات في اليوتيوب. وعفى عليك الله. كنت من الناس اللي سبوا الملك والتسجيل موجود وعفى عليك الله. وهذا سلطان انت اللي راك تهضر عليه. هذا واش ماشي مغربي؟ واش حنا ماشي من حقنا المغاربه على اننا نبذل قصارى جهدنا باش نرجعوه للطريق، باش نحتضنوه، ولا نزيدوا ندفعوا به انه يتخندق مع هذوك الناس هذوك؟ انت بنفسك كنت بحال سلطان، انت بنفسك قلت بالله سعيد البرصه يمثلوك. اذا كيفاش انت عفا عليك الله مزيان، وليت وطني مزيان، وليت طير وكذا مزيان، ولكن هو لا. وانت استضفته في اللايفات ديالك وعطيت له قيمه، والمشكله ما طلعتش حتى معاه اللي يعرف لدوك القوالب ودارس الملف وكذا وعارف واش كاين. بون دوز الاخير، لان شوف عندي مشكل ديال الكيست عامر وكاين هكا الاخوان طالبين، بغيت شي واحد فيهم يهضر باش ينزل باش يعطي البلاصه لشي اخوان طالبين الكيست. اخي سعيد انا صافي نسالي بهذه. اخ سعيد انا بغيت الاخ عبد الله دار واحد التعقيب على الكلام اللي سولته،
هو جاوبني بمعنى واحد اخر، بغيت غير نشرح ليه واحد القضيه في اقل من 30 ثانيه الا كان ممكن، ونخلي تفضل اخويا الياس، مرحبا. الله يكبر بك. شوف اخي عبد الله، انا لا احمل تجاهك اي ضغينه، اعلم والله القسم. ولا وشوف حتى هذا الشيء هذا انا ما عمرني طلعت شي قيست وقلته، حكم ان انت ما كتكونش متواجد فيها فانا ما بغيتش نقوله، ولكن مادام انت موجود طلعت وتكلمت معك ووجهت لك الخطاب ديالي باش نسمع منك الجواب. انا منين قلت تمر هناك اشياء خطيره، انت فهمتها على اساس ان وشنو هو المشكل انه يقول بان واحد اسرائيلي جاء وافتعل اشياء مثلا في المغرب. انا نقول لك شنو الخطوره ديالها اخي عبد الله، وفهمني. كاملين بينا خصنا نسولوا ريوسنا واحد السؤال: ماذا نفعل هنا في مواقع التواصل الاجتماعي؟ بامكاني انا نحل لايف ونتكلم في قضيه ديال كره القدم، نتكلم في تحديات، نتكلم في شي حاجه، ولكن حنا كنتكلموا على القضيه الوطنيه. والقضيه الوطنيه نحن ماذا نفعل هنا؟ نجيب المغالطات. إذا كنا نعتبر بأن أسعد الشرعي هو مدافع عن المملكة المغربية، وهذا غير صحيح، لأن أسعد الشرعي هو مجرد مستضيف يستضيف من يتحدث عن القضية المغربية، ولا يتحدث عن القضية المغربية. ولكن ملي يجي عندي أنا أسعد الشرعي الذي يحمل على عاتقه انه كيستضيف المغاربه ويمرر مغالطات، فهذه شي حاجه ماشي هي هذيك. منين انا كيجي عندي جزائري وكيقول لي باللي كاين واحد السفير دار فيكم وفعل فيكم وهي مغالطه، انا كنمشي وكنجاوبه بحكم ماذا؟ بحكم ان الجزائري يعتبر عدوي في هذه القضيه، عدوي من الناحيه الفكريه. انا اقصد ما كنقصدش شي حاجه، ولكن من يجي عندي واحد يتقمص دور انه يعلم القضيه ويعلم المغرب ويتحدث في التطبيع، ويجي ونشوف اللايف ديالك مسجل قالها بالنص: لماذا لا هل تنكرون، قالها بالنص، هل تنكرون ايها المغاربه ان هناك صهيوني فعل وفعل في المغرب؟ هذه كلمة يا أخي لا تقبل. أنا كمغربي لا أقبلها لأنني أنكرها جملة وتفصيلا. والمقال اللي جبتي أنت ديال واخا إلياس تقدر أنت تسمع المقطع فيه 30 ثانية نتاع شامة، 30 ثانية بالضبط. ماشي مشكل، تفضل، مع العلم أنني سمعته، تفضل. صحيح وكل شيء، ومن اثاره هي موظفه اسرائيليه في مكتب الاتصال الاسرائيلي وليس شامة درشول. شامة درشول فضحت الامر قبل، ولكن ما تعرضت له، هي موظفه مغربيه اسرائيليه. كاين قرائن، كاين وسائل اثبات. وسائل اثبات راه عطيتهم انا ملي داروا التحقيق، راه قلت لهم انا شنو كاين بدليل بيان سور شفت وعارفين كلشي، راه هي ديك باش تسحبوها. شفتي لا لجنه التحقيق اللي جات كتحقق واللي هي رغبات وطلبات وزوجات. ما فتحتش شي بحث انا ما عندي حتى فكره في هذا الشيء، عندها علاقه، ولكن انا شفت بما يقال. شوف انا عام قبل ما يطرا هذيك القضيه انا هضرت على هذا الشيء هذا، وما بغاش ندخل في التفاصيل. انا نقول لك ديفيد غوفرين على مستوى قضيه التحرش ما مظلومش ولو قطره. تحرش بموظفات اسرائيليات وبموظفات مغربيات، وماشي غير هو بوحده، موظف اسرائيلي اخر، هذا ماشي موضوعنا. شوف اخويا الياس، نقول لك بصراحه العباره اخويا الياس، اخي عبد الله خصك تكمل الفيديو كامل، لان انت عرفتي شنو درتي، انت جزأتي الفيديو، لان انا سمعت المداخله ديالها. اول حاجه اخي عبد الله، هاد الانسان هذه التي تتحدث ليس الدستور بالنسبه لنا. ثاني حاجه، هاد الانسان هذه تطعن في القضاء المغربي بهذه الطريقه هذه، او تطعن في المراه المغربيه. علاش؟ لان الموضوع وما فيه ان هذا الانسان هذا اللي هو سميتو ديفيد غوفرين، إسرائيل هي من استدعته وحققت معه ورجعته العمل ديالو بعد أن اتضح لها بأنها كانت مؤامرة من طرف شخص آخر. معنى ذلك، لا أعطيني دقيقة، معنى ذلك أن حتى قضية التحرش لم تكن. أما الإنسان اللي طلعت وهضرت، أنا بالنسبة لي هي ماشي قرآن كريم ولا دستور، وإلا كانت شوف ورجع لهذا ديالها، غتسمع كتقول أنا أقول. اسمح لي أخويا، نحن مغاربة، هي تتحدث وهي معارضة، تتحدث مع معارضة. إلياس أخويا غير باش نكمل المداخلة ديالي. لا بلاتي لا دابا دخلتي، دابا انت مشيتي جبتي شامة، جبتي حليمة، وبلاتي اخي عبد الله. السحب ديال هذا الممثل ديال المكتب الإسرائيلي في المغرب، السحب ديالو تم بناء على ماذا؟ تم بناء، أنا نجاوبك على شكاية. لا، تم بناء على شكاية، معنى أنه هنا السلطة الإسرائيلية أخذت الأمر بجدية.
تماما. ولكن لا السؤال بلاتي ملكه خليوني غير يسمحوا لي، انا غادي ندير شويه ديال محقق كونان. اسعيد انا ما بغيتش نناقش الموضوع يا بلاتي والله ما نطلقوا منها بالله. دابا هذا السيد هذا جاو، هذه المؤسسه الاسرائيليه مؤسسه ديمقراطيه تؤمن بالقانون وتؤمن